السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد في فيديو رقم الزكاة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وفيديو جديد بعنوان حوار زيزو. زيزو امبارح الجزء التاني من حلقته مع الإعلامي رقم واحد في مصر حاليا، وهو الإعلامي إبراهيم فايق. يعني واتكلم بقى وخلصنا كده القصة كلها، وهو راجل وضح كل حاجة. هنتكلم في كل حاجة ان شاء الله في الحلقة على حوار زيزو كامل، وهنتكلم من وجهة نظرنا بعد نهاية الحوار خلص على ايه، وبعد ما الراجل انهى كل حاجة مع الزمن. ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عيد اضحى سعيد عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. ربنا يعود علينا الايام بخير ويجعلها ايام مفترجة علينا. ادعوا لاخواتنا ربنا ينصرهم ويرفعهم، يرفع عنهم البلاء يا رب العالمين. ربنا يرفع عنهم البلاء يا رب العالمين، ويبعد عنهم كل ظلم وطاغي يا رب العالمين. الحوار كله ان زيزو خلاص، الحوار كله عرفنا امبارح ان خلاص الراجل مشي والراجل راح، وكلمنا في الموضوع ده ومرنا تكرار، وخلاص عرفنا ان الراجل اخطأ والإدارة اخطأت، والراجل برضه في نفس الوقت رمى ان خلاص ان نهاية علاقته بجمهور الزمالك، اللي هما كانوا الناس بيهتفوا ليه، اكتر ناس كانوا بيحاموا ليه. دلوقتي هو قفل علاقته. الراجل دلوقتي معلش بقى، معلش عايزك حاجه. زيزو يا زيزو، انت كان بيتقال عليك بالونه، كان بيتقال عليك ضربات جزاء، كان بيتقال عليك من غير ضربات الجزاء وانت ما تسويش، كان بيتقال عليك فاضي، كان بيتقال عليك ايه ده، مين ده. كل جماهير الاهلي مسكوك سلخ، كل جمهور الاهلي، ما كانش حد بيدافع عنك الا جمهور الزمالك. فانت دي نقطة اعتبرها. يعني انت مش كان ليل نهار يقولك حسين الشحات احسن منك، مش كان ليل نهار يقول ان انت لاعب بتاع ضربات جزاء بالونة، وانفخ البالونة وفرقع البالونة وما بيعملش حاجة مع المنتخب، ومسلوك سلخوك. لما جمهور الزمالك اللي هو بيعاتبك عتاب محب، واحد بيحبك، بيلومك على حاجة غلط انت عملتها. بس في نقطة تانية، بيقولك انا رحت السفارة وانا رحت وخلاص اروح عشان اتفرج على الماتشات. لا طبعا، انت كنت رايح السفارة وانت ماضي ومخلص، احنا كلنا كنا عارفين كده، واحنا كلنا كنا عارفين كده. يعني رحت السفارة وانت كنت ماضي ومخلص، والناس كلها عارفة من اول ما انت ما جددتش ان انت رايح الاهلي. دي قولا واحدا. خلاص الحوار كله خلص، راح مع امام عاشور وراح مع بن شرقي، راح مع حبايبه، راح مع الشناوي، راح مع كل اللي هو بيحبهم. خلاص نهاية قصته مع الزمالك، ولا تحزن عليه. خلاص هو هيروح. يعني انا اعتقد ان هو هيفشل، مش هينجح يعني مع الاهلي، بس ماليش دعوه بقى، اعتقادي ده مش اعتقادي، بغض النظر. يعني هو الراجل اختار الطريق الانسب ليه. خلاص احنا ناس، احنا ما بنشجعش لعيب، احنا بنشجع كيان الزمالك، بنشجع نادي الزمالك ان ربنا يكرمه ويوفقه. غير كده احنا ما بنشجع في اللعيبه ولا يفرق معانا حد. ربنا يوفق الزمالك، وربنا يكرم الزمالك بطولات من جميع النواحي، وخلاص. واي حد بقى مش، خلاص مش هنتكلم ولا ننطق. خلاص هو الراجل مشي، اختار نادي تاني، حقه، هو له الاختيار. بس وانت اللي اسأت تقديره كإدارة، أسأت تقدير الأمور، وانت اللي وصلت الأمور المراحل دي. لكن خلاص بغض النظر الحوار خلص على ايه، نركز في اللي جاي. أجازة نرتاح، نركز في اللي جاي إن شاء الله، وربنا يوفق إن شاء الله. وفي النهاية ربنا يوفق الزمالك. عايش الزمالك، أكبر قلعة رياضية في مصر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش تشتركوا في على زر الجرس، عشان إن شاء الله عندنا حلقات كويسة جدا في كأس العالم للأندية، وربنا يوفق إن شاء الله، والزمالك يكون في اجازة سعيدة بعيد عن كل الوش وجع الدماغ. وبإذن الله يومين 3 كده نعمل حلقة على يوم الأربع كده على صفقات الزمالك، والزمالك هيفكر يجيب مين. وربنا يوفق إن شاء الله في الفترة الجاية، ونكون عند حسن ظنكم، ونظهر بمظهر كويس ليكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد في قناة الزملكاوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. ادعوا لأخواتنا ربنا ينصرهم، واللي جاي كويس إن شاء الله. ربنا يكرم إن شاء الله، ربنا يرفع عنهم البلاء يا رب العالمين. عيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم وعلى الأمة الإسلامية أجمعين. وشكرا على المشاهدة.